بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا المحترمين في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. احنا النهاردة 4/7/2024. طبعا رحنا البحر اليوسفي. البحر اليوسفي ما كانش معانا لسه شوية يعني، فقلنا نشوف الترع. في الترعة دي قريب من المكان اللي أنا قاعد فيه، ففيها جراميط وفيها بلط كويس. الترع يعني يعتبر مهجورة. الترع دي واخدة من الإبراهيمية مباشر. واخدة منين؟ من ترعة أبو حرب. لو هتلاحظوا معايا كده، دي بني مزار اهي. دي بني مزار، ورا بني مزار كده، ورا بني مزار. ده الطريق الدائري، تمام، اللي ماشي عليه عربيات هناك وكده. الطريق الدائري بتاع بني مزار اللي ورا بني مزار. وانت ماشي على الطريق الدائري من عند ابو حرب وجاي من بحري، بتلاقي ترع تفريعات زي كده. تفريعات ترع زي كده واخده من الابراهيميه. سمكتها نظيفه وكويسه وفيها بلطي وفيها جراميط. فانا شفت شويه جراميط كده، قلنا ايه، نقوم بدري يوم، نتوكل على الله ونشوف كده يوم صاحي بعد الفجر، يشوف بقت ايه. ربنا هيكرمنا ببولت ولا بجراميط في الطلعه دي، ونديكوا تقرير عليها كويس. فهي لو انت تيجي عند ابو حرب وتاخد الطريق الدائري بعد ابو حرب على طول، بعد قريه ابو حرب على طول من الغرب كده، بتلاقي الطريق الدائري رايح جاي، فردتين هم رايح جاي. امشي عليه الجاي بقى مقبل على ايه، اكيدك هتنزل على دخلة بني المزار من قبل. هتلاقي ترح كتيره قوي، يعني مش واحده ولا اتنين، ده يجي 4 ولا 5. اي تفريعه منهم اقعد فيها بولت وفيها جرموط كويس، وربنا يرزقنا ويرزقكم. هنشوف النهارده هنتعامل ازاي ونشوف الدنيا فيها ايه. والله يعيننا يا رب ويرزقنا. استنوا. صلاة النبي تعالى. استباحة، استباحة ان شاء الله. ده الطعم الكاوتش. ودي الترعه يا جماعه اللي بقول لكم عليها ايه، اللي قلت لكم عليها في فيديوهات قبل كده. الترعه دي يعني لو هنطلع كده هنقوم على حيلنا كده، نقول على وصفها بس بالمره عشان الناس بتسال على وصف المكان ده. الطريق الدائري اللي ورا مركز بني مزار. الطريق الدائري اللي ورا مركز بني مزار. تمشي على الطريق الدائري ده مبحر من اول ابو حرب، من اول طريق ابو حرب والجاي كل ده ترع. تلاقي فيه تفريعات زي كده جايه من الابراهيميه مباشر. تفريعات نازله من الابراهيميه مباشر، فيها سمك حلو. لو حابب ان انت تطلع تصطاد بدل ما تروح مشوار بعيد وكده، الترع دي فيها سمكه كويسه. فهنقول يا هادي ونرمي. هنستخدم سن رقم 5، ورمال على السن 30، واساسي 45 او 40، عشان لو وقع معانا جرموط نطلع ان شاء الله. والفله صغيره وعد 2 متر 40. طبعا المنظر اهو يا جماعه. في ناس هتقول هتتكلم على الزباله دي وهتعقب على الزباله دي. دي الحفار لما بيحفر العفش بيبقى كده يعني. ده البرب اللي طلع على، او الحشنه اللي طلع على في الترع وكده. فلما بتنشف وهو بيحفر بتنزل الحاجات دي بقايا منها يعني. دي بقايا. فطبعا دي ترعه بتسقي الارض الزراعيه زي ما حضراتكم شايفين اهو. للعلم وانت دي لو حد جه هيشوف بنفسه يعني. فيها سمكه كويسه والترعه دي مهجوره. ترعه مهجوره. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي على الصبح. استباحة يا جدعان، استباحة. صباح الفل. صلاة النبي، صلاة النبي تعالى. أماكن مهجورة فيها سمك حلو. بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله. السمك الحلو ما شاء الله.
وكده يا جماعه انتهينا من الفيديو بتاعنا النهارده، وادينا عرفناكم في مكان جديد يعني. مش بطول عليكم الفيديوهات عشان تتفرجوا عليها وتشوفوا تتفرجوا عليها كامل وكده يعني. ان شاء الله استنونا في فيديوهات جديده ان شاء الله قادمه. اتمنى اعجاب حضراتكم، واعملوا لنا لايك واشتراك وصلوا على الحبيب في اول تعليق. اشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم.